اوعى تفتكر انك هتوصل للشخصية اللي انت عايزها من غير ما تتقن المهارة دي. ومش بس انك تتقنها، انت لازم تبقى حريف كمان فيها، وهي مهارة إدارة الوقت. رغم اننا مختلفين في حاجات كتير، ومش بس مختلفين، ده احنا كل واحد عنده امكانيات وقدرات مختلفة. ومش بس قدرات، ده هي الفكرة كمان ان كل واحد عنده شخصيته اللي اتكونت بسبب المهارات والعادات والتقاليد اللي شافها في حياته. بس مع ذلك كلنا متفقين ان احنا عندنا 24 ساعة، وكيفية استخدام ال 24 ساعة دي هي اللي بتفرق من شخص للتاني، وهي اللي بتفرق هو هيبقى فين بكرة. خليك فاكر حاجة، اللي بيضيع الوقت بيضيع مستقبله، واللي بيحاول ان هو يقتل الوقت كل يوم هو بيقتل نفسه. طب هو انا المفروض اتعامل معاه ازاي؟ المفروض ازاي اتعامل مع الوقت، مع المهارات، مع الامكانيات بتاعتي؟ من الاخر عشان اوصل للحاجه اللي انا عايزها لازم بقدر الامكان اكون امين فيها. احاول ان انا امين في اي حاجه ربنا يديها لي، امين في اي حاجه في ايدي، من علاقتي بربنا، علاقتي بنفسي، علاقتي بالاشياء اللي انا امتلكها. ده اللي بيفرق بيني وما بين اي حد تاني. عشان كده اصلا بنسبه كبيره اختلاف الشخص والمبادئ والامكانيات راجعه لكيف يتعامل معها، وده اللي بيخليه يوصل لأكبر نسبة من المكاسب من الحاجة اللي هو بيستعملها، وإن هو ما يوصلش لأي حاجة. وده اللي بيفرق ما بين شخص والتاني، كيفية التعامل مع الأشياء. وفي حاجة مهمة، خليك فاكر نقطة مهمة قوي: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. لازم أن تكون عارف إن كده كده الأيام والوقت دايما بيجري. خليك بقى مفتدي الوقت، لأن كده كده الأيام هتبقى شريرة بتجري منك. أنت عملت إيه بقى؟ استغلتها إزاي؟ ده اللي فرق. أسباب ضياع وقتي. في دراسة سنة 1980 لمايكل بوف، عمل دراسة لكيفية التعامل مع الوقت، وإيه الحاجات اللي بتحصل بتخلي الوقت بيضيع مننا. هنقول منها شوية عوامل اللي بتخلي. رقم واحد: الاجتماعات الغير مجدولة. معنى كده إيه؟ الاجتماعات اللي مش منتظمة أو مسبوقة التجهيز، بتلاقيها مرة واحدة عشوائية. دي من الأسباب الكبيرة أصلا اللي بتضيع وقتنا. اتنين: عدم وجود اصلا موعد لبداية الحاجة اللي انا عايزها ولا موضع للانتهاء منها، ده بنسبة كبيرة برضو بيؤدي لتضييع وقت. رقم 3: بتبقى في حاجة من التفاصيل بتاعت يومي بتأدي ان في حاجة تانية كبيرة بتضيع مني. الحاجات دي هي اللي بتبوظ لي الدنيا. لازم انا اخلي بالي ايه الحاجات الاولويات والكبيرة، وايه الحاجات الصغيرة اللي ممكن نعمل لها سكيب ونعديها. رقم 4: عدم القدرة على انك تقول لأ. الفيديو ده كريم اسماعيل اتكلم فيه تحفة قوي. لو اتعلمت انك تقول لأ في الوقت المناسب هتبقى شخص تاني. هسيب الفيديو ده في الديسكريبشن في الفيديو من تحت. خامس حاجة: التردد والتأجيل والتسويف. التلاتة مرتبطين ببعض. أجلت، مش دلوقتي، سوفت، خلاص الحاجة متعملتش. والفكرة اللي احنا ودنا في الدايرة دي هندننا في انفينيتي لوب، دايرة غير منتهية عمرها ما نعرف نطلع منها أبدا. سادس نقطة، والنقطة دي أنا كنت بقع فيها بصفة شخصية، إن إحنا أو ترك المهام قبل إنجازها. إن أنا تلاقيني دخلت في الحاجة وقبل ما أخلصها أدخل في حاجة تاني. والمرجعية بتاعت اللي أنا كنت بسيب الحاجة وأدخل في حاجة تانية بنسبة كبيرة كانت إن أنا مش عارف أتقبل الملل. أنا مش عارف أبقى داني في الحاجة لأكبر نسبة ممكنة. وبنسبة كبيرة أنا لو ما اتعودتش على الملل أنا مش هعمل أي حاجة في حياتي، لان في حاجات كتيرة هتوصل ان هي تبقى روتينية. لو انا سبتها في وقت معين الحاجة دي خلاص ضاعت مني. ودي نسبة كبيرة عمرك ما هتعرف توصل وانت ما بتعرفش تنهي اللي بدأته، للأسف.